السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في القناة، فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم عدت حلوى بسيطة سهلة بدون دقيق، مفيهاش دقيق، سهلة التحضير، كتوجد هي في دقائق. نتمنى تعجبكم وتجربوها إن شاء الله. بسم الله على بركة الله. احتجت فيها بيضة واحدة مع قبصة ملح ونصف كأس سكر. خلطوه مزيان باش يذوب ديك السكر مزيان حتى يذوب. ضفت الليلون نصف كأس زيت. ضفت هنايا 2 ملعقة ديال جوز الهند اللي هو كوكو، وواحد ياغورت بنكهة جوز الهند تا هو باش كيعطي واحد المذاق رائع للحلوى. ملعقة كاكاو، انا هنا استعملت الكاكاو الحلو، يمكن لكم نتوما تستعملوا الكاكاو المر، الاختيار ديالكم. ضفت كأس ديال السميد الرقيق، كأس الثاني غنضيفوها بالتدريج، 2 خمارات من فئة 100 غرام. ضفت الكأس الثاني بالتدريج مع قطع الشوكولا. العجينة ما خصها تكون لا خفيفة لا قاصحة حيت السميدة كتشرب. هنا خليتها 5 دقائق ترتاح شويش. شكلتهم كويرات متساوية وزينتهم في كوكو جوز الهند. بالنسبة للفرن كنشعلو عليه من فوق درجة عالية، كنطلعوهم كنعملوهم في اللولي في الطبقة الفوقية حتى كيتشققوا، عاد كنرجعو نهبطوهم من الأسفل يطيبوا على خاطرهم. وهذا الشكل النهائي كيف ما كتشوفوا. نخليكم نتوما تعطيوها الاسم حريشات بمذاق الكوكيز او حلوة السميد او حلوة الياغورت، لكم الاختيار. بالصحة والراحة.